كلنا عايشين في توتر نفسي، محدش مش مضغوط، ومع تراكم الضغوط بتيجي الأمراض المزمنة. والأمراض المزمنة ملهاش علاج، هي الأدوية بتهدي الأعراض. عمركم شفتوا دواء بيعالج الضغط العالي تماما، ولا شفتوا حد بيخف من السكر؟ وعشان أنا صيدلانية ومعالج بالطاقة الحيوية، فأنا النهاردة عايزة أقول لكم إزاي نفرغ التوتر النفسي اللي هو سبب الأمراض ده، علشان نعيش عمرنا اللي ربنا كاتبه لنا وإحنا في أفضل حال. ما لقيتش أفضل من ممارسة التأمل علشان نفرغ التوتر النفسي ونجدد خلايا الجسم، وكمان نصفي ذهننا. وهقول لكم ازاي. عارف لما تيجي تنام كده بتكون مرهق وتعبان ومش مركز، لكن لما بتصحى بتكون فايق ورايق وتركيزك عالي. ده لأن أثناء النوم بيحصل تجديد لكل خلايا الجسم، وبيحصل تصفية للذهن. والتأمل هو نوم واعي، حالة سكون عميقة جدا جدا للجسم وللدماغ، بيحصل فيها زي ما قلنا إعادة تجديد وتصليح للصحة النفسية وكمان الصحة الجسدية. احنا كمان في العلاج بالطاقة الحيوية بندوس على 32 نقطة في الدماغ، هي عبارة عن نهايات عصبية، ولما بنضغط عليها بطريقة معينة بنعمل تفريغ تام لكل الاسترس والتوتر المتخزن جوه الجسم. وحالة السكون اللي الشخص بيكون عليها أثناء التأمل أو بعد التأمل بتخلي ذهنه مفتوح أو مراكز الذاكرة مفتوحة، فأقدر أزرع فيها معلومات جديدة اللي بنقول عليها مجازا برمجة العقل اللاواعي أو العقل الباطن. والموضوع ده أنا كمان بستخدمه في تدريب الموظفين. أصل الشركات بتكلف وتدفع فلوس كتير وتجيب الموظفين وتعطل الشغل عشان يدربوهم على مهارة جديدة، وفي الآخر الموظفين بتنزل لسوق العمل يعملوا اللي هم كانوا متعودين عليه قبل كده. عندنا في نظام التدريب بنعتمد على التدريب من خلال إعادة برمجة العقل اللاواعي. بندرب كمان موظفين البيع على مهارات البيع عن طريق توجيه العميل لقرار شراء سريع من خلال زرع فكرة جوه عقله اللاواعي. والأفكار دي كلها ناقشناها بالتفصيل في كتابي براندز فايبس، وكمان في المناهج التدريبية الخاصة بالشركات. ولأن التأمل حلو إن هو يكون في مكان مفتوح، فاحنا بننظم رحلات استشفائية وترفيهية بيكون فيها جلسات تأمل وجلسات تحرير للمشاعر، وكمان نظام ديتوكس بينظف الجسم تماما من السموم علشان نرجع حرفيا مغسولين من جوه. وبس كده.